ناس كتيرة نفسها تعمل صناعة محتوى على اليوتيوب، بس بتواجهها مشكلة بسيطة، اللي هي مش عايزة تظهر وشها قدام الكاميرا. ناس تقولك مثلا مش معايا فلوس دلوقتي اجيب كاميرا تانية، او مش معايا مثلا اجيب اضاءة، او مش معايا مايك والحاجات دي. فتقول ايه، اطلع بصوتي بس لحد ما ايه ما اجمع فلوس الكاميرا، او مثلا ابدا اطلع بوشي. في الفيديو ده هقولك عن افكار باقية جذابة وقنوات تجيب لك ملايين المشاهدات. باذن الله هقولك عن 5 قنوات. يا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية عشان تقدر تشوف القنوات وتقدر تختار منهم وتختار القناة الصح. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول قناة معانا اللي هي قناة القصص، زي القناة اللي ظاهرة قدامكم دي. قناة القصص، طب يا أمير أعمل إيه فيها؟ هقولك دلوقتي. قناة القصص يعتبر من أهم القنوات اللي بتجيب ربح وبتجيب كمان نسبة مشاهدة عالية، لانك كل ما تعمل قصة خيالية او قصة حقيقية او اي حاجة حصلت معاك، او مثلا حاجة تجيبها من شات جي بي تي. طبعا الاداة دي تساعدك في قصص كتير كمان، تجيب لك قصص رعب وقصص كوميدية وكل اللي انت نفسك فيه تقدر تجيبها من الاداة دي اللي هي الذكاء الاصطناعي اللي هي شات جي بي تي. تمام. طب تعمل ايه يا امير ولا اعمل ايه؟ كل اللي عليك هتطلع بصوتك وشوية صور تجيبهم. مثلا بتتكلم دلوقتي عن بيت مهجور، تمام؟ انت بصوتك دلوقتي بتتكلم عن بيت مهجور، تحط صورة بيت مهجور، تتحرك سيكة، ما اعرفش ايه، تحاول تغير نبرة صوتك شوية. إيه الكلام ده؟ إيه يعتبر من القنوات دي اللي هي قصص او قصص الرعب او قصص كوميدية، يعتبر من اكتر القنوات اللي بتجيب ربح او زيادة نسبة المشاهدة، او بتجيب بمعنى الكلمة دخل ثابت، وبيبقى دخل كبير يا جماعة عشان تكونوا عارفين. هيجيلي دلوقتي ده واحد يقول لي طب ما تعمل انت القنوات دي. دلوقتي كل واحد بيختار المجال اللي هو حبه، او المحتوى اللي هو حبه. دلوقتي انا مش حابب محتوى القصص عشان كده مش داخل فيه. تمام. وبرضو معانا لسه محتويات تانية. والقناة التانية معايا هي قنوات اللعب بدون ظهور وجهك. ازاي طب يا امير هعمل قناة لعب بدون ظهور وجهي؟ القناة هتظهر قدامك دلوقتي لو حابب مثلا تاخد منها افكار او اي حاجة. القنوات دي يا جماعة بتعمل ايه؟ بدخل مثلا دلوقتي عن لعبة، تمام؟ بدخل ما فيش غير بعمل حركة واحدة بس اللي هو تعليق صوتي مني، تمام؟ وتضيف كام حاجة منك من المونتاج. يعتبر يا جماعة المحتوى ده برضو من اكتر المحتويات اللي بتجيب ارباح وبتجيب كمان مشاهدات عالية، بس محتاجة ايه؟ شوية صبر. كل المحتويات كده عشان تكونوا عارفين محتاجة شوية صبر. ده اللي هو القناة التانية اللي قلنا عليها اللي هي بتاعة الألعاب أو الجيمنج بمعنى الكلمة. بس مش الجيمنج التقيل، تجيب لي ألعاب مثلا زي مدرسة الشريرة، تعمل عليها مثلا تحل الأدوار جوه الفيديو، مثلا تجيب لي ألعاب مثلا مختلفة، لعبة كذا تجربها مع الناس تقول رأيك عليها، تتفاعل مع الناس، تخلي الناس تكتب لك تعليقات تقول لهم مثلا أجرب إيه اللعبة الجاية في الفيديو الجاي مثلا. كل ده هتلاقي تفاعل معاك في التعليقات، وتفاعل في المشاهدات، وتفاعل في الارباح باذن الله لما تحقق ربح. والقناه الثالثه معانا اللي هي قنوات الحقائق والمعلومات. يعني ايه القنوات دي يا امير؟ زي مثلا تعمل لي ايه سؤال وجواب. مثلا دلوقتي ايه تعمل لي ما كان اسم الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، وهم تحط تايمر 5 ثواني 10 ثواني هم يعملوا الاجابه وتحط الاجابات. زي القناة اللي ظاهرة قدامك برضو لو حابب تشوفها. وبرضو في أداة تانية ذكاء الاصطناعي اللي هو شات جي بي تي، طبعا بيقدر يساعدك في الحاجات دي، بيجيب لك أفكار عالمية. مع كل اللي عليك بتدخل تكتب له اسم القناة أو محتوى القناة بتاعك عن إيه، وهو بيجيب لك أفكار رهيبة وما تقلقش من أي حاجة. والقناة دي كمان بتعتمد على نسبة مشاهدة عالية، لأن كل ما مثلا أنا كمشاهد دلوقتي بدخل على القناة، كل مثلا الاقي مثلا سؤال دلوقتي حليته، فبحب اشوف ايه اللي بعده، فاللي بعده مثلا يجر اللي بعده. فدي برضو بتعمل معاك نسبة مشاهدة عالية، وبتجيب معاك مشاهدات عالية ومشتركين كمان كتار وتفاعل كمان في القناة. وبرضو من خلالها تقدر في فيديو مثلا في اخر الفيديو تسيب لهم سؤال يكتبوا لك برضو تعليقات تحت في الكومنتات. كده انت عملت تفاعل مع الناس وعملت ايه زيادة في المشاهدات. والقناة الرابعة اللي هي برضو حاجة حلوة اللي هي ملخصات الانمي. يعني ايه الكلام ده؟ بتجيب الفيلم الانمي، تمام، بتلخصه بطريقتك، بس تحاول تخلي نبرة صوتك حلوة ومشوقة للمشاهد اللي قدامك. وبرضه كل اللي عليك صوتك والمونتاج وشوية صور بتوع الانمي او فيديوهات بتاعت الانمي. غير كده مش عليك اي حاجة تانية. برضه نسبتها مشاهدة عالية زي القناة اللي ظاهرة قدامك دلوقتي حالا.
تمام. نسبة المشاهدة برضو عالية جامد، لانها برضو محتوى الانمي ده يعتبر بيتخصص للاطفال، والاطفال بتحب الحاجات دي. فاول ما تلاقي ناس عاملة مثلا محتوى انمي او ملخصات انمي، فهتلاقيهم متفاعلين معاك، وزيادة المشاهدات تزيد معاك، والمشتركين تزيد معاك. وكمان برضو في الارباح، ارباحها عالية يا جماعة، محدش يقلق من اي حاجة. دي الافكار اللي من غير ظهور. في معانا قناة رابعة اللي هي القناة الاخيرة باذن الله. والقناة الخامسة معانا واللي هي القناة الأخيرة اللي هي الأخبار السريعة. يعني إيه الكلام ده؟ الأخبار السريعة يعتبر من أهم العوامل، وبرضه يعتبر زيادة نسبة المشاهدة عالية عليها قوي. هتقول لي ليه يا أمير بتقول نسبة المشاهدة عالية عليها؟ أقول لك ليه، بس هي مشكلتها حاجة واحدة، اللي أنت كل يوم لازم إجباري تنزل الخبر اللي طالع. زي مثلا إيه؟ ما مشاكل حاصلة من هنا، ترند طالع من هنا، ما عرفش حصل ايه من هنا، حصل ايه من هنا. فانت اجباري اليوم اللي بيحصل فيه المشكله دي او اي حاجه باجبار بترفعها على قناتك. برضو دي يا جماعه نسبه المشاهده بتاعتها عاليه، لانك كل ما مثلا انت ايه بتنزل ترند، كل الناس عايزه تشوفه، كل الناس تدخل على اليوتيوب تبحث عن الترند ده، فانت تلاقيك انت عامل الترند اول الناس. وبرضو المحتوى ده معلهوش مثلا ايه ناس كتيره عليه مثلا منافسه كبيره زي المحتويات الاخرى. لا، المنافسة قليلة قوي فيه، معلهوش اصلا ناس كتير عليه ولا اي حاجة من الحاجات دي. وزي ما قلت لكم يعتبر المحتوى ده يا جماعة من افضل المحتويات اللي على القناة او على اليوتيوب نفسه، لان المحتوى زي ما قلت لك مش ما عندهوش ناس تنافس فيه، او ما عندهوش مثلا جمهور ينافس فيه او ناس تنافس فيه. لانك بتعوز الغلطة الوحيدة اللي قلت لك عليها، بتعوز كل يوم تنزل فيديو على حسب الترندات اللي طالعة وعلى حسب الحاجات اللي طالعة. وبرضه زي ما قلت لك نسبة المشاهدات بتبقى عالية فيه. وكده نكون بإذن الله خلصنا كل القنوات. وقول لي ايه افضل قناة عجبتك، تكتبها لي تحت في التعليقات. وما تنساش الدعم بتاعك باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبرضه ما تنساش التعليق الجميل بتاعك عشان بيفرق معانا. ومع السلامة، سلام.